الكبرى. لا يحتاج المدرب إلى تحفيز وإلى الشغل والعمل على ذهنية اللاعب باعتبار اللاعب جاهز لمواجهات هذه الفرق الكبرى. كرة خطيرة برشا ولكن يتصدى اللاعب مارلون تمشي كرة عن طريق انيستا خطيرة، يهرب البيستوليرو لويس ونيمار جول 1-0 للبارسا. برشلونة يرد على الريال يقول انا ما زلت طامع في الدوري لم ينتهي بعد. البارسا يتقدم بالهدف السابع عشر في الموسم، رقم 11 في الليغا لرقم 11 الكتالوني اللاعب نيمار جونيور. 1 برشلونة 0 لاس بالماس عن طريق نيمار. كان الامضاء والاوتوغراف. هنا الباس تاع انيستا باس والاروع، خرج البيستوليرو، المسدس لم يطلق ولم يكن اناني، عمل على الجماعيه، ركز على الاداء الجماعي، حط كره لرفيقه وصديقه في لمسان. ونيمار كره سهله، لعبه اسهل، حتى لعبه عيال في الشباك ليتقدم كبار برشلونه باولى الاهداف. 1 برشلونه لا شيء نادي لاس بالماس، ليس لاس ولا في ملعب لاس بالماس. 1 البارسا 0 لاس بالماس في الفوز رقم 100 للويس إنريكي كمدرب في الليغا. يمشي كرة نيمار يعطي باس، فرصة الهدف الثاني، يمشي بالكرة لويس والهدف الثاني. أنا ما أقول لكم سيأتي الثاني والثالث والرابع. 2-0 للبارسا. برشلونة ينهيها، هدفه رقم 50 خارج الديار في موسم استثنائي في هذا الصعيد. لويس يسجل الهدف 104 للمسان وهدف جديد في الدوري وبالليغا. البارسا ينهيها. الآن الأذهان في البرنابيو يتساءلون عن نتيجة الريال، ماذا فعل الريال وما هو سكور الريال. أنا نقول أن البارسا 2 والريال 2 والحسم سيتأجل بعد يومين إلى انتقال صعب للريال مدريد في ملعب واستاد السيلتا دي فيغو. في السيلتا يكون الدوري أو لا يكون للأبيض الملكي أم للبلاوغرانا الكتالوني. إذا 2-0 في كل استاد في أقل من نصف ساعة. إصرار الفريقين كبير، إصرار الريال بالاقتراب وإصرار البارسا على عدم مفارقة حلم الليغا.